بائس رغم بعض. طب خلينا نتقدم معك شوية. يعني صفة الأوتسايدر، صفة الفريق الذي في الظل لا يتحدث عنه كثيرون. والله راك تخفف في ضغط كبير نتاع المنتخب المغربي يا كابتن. خليني أسألك فقط، إنك تخفي أوراق المنتخب المغربي. هل تعلم يا كابتن حتى لنقل إعلاميين رسميين لم يرافقوا هذا المنتخب؟ هذا يعني بأنه الضغط بنسبة كبيرة كان خفيفا على منتخب المغرب الذي لا يعلم الكثيرون، لا اللاعبين، لا تفاصيل اللاعبين، لا تفاصيل الإصابات، لا تفاصيل الجاهز من الغائب. يعني نجح المدرب، وهذا لربما نجاح غير تكتيكي، أنه أخفى كل شيء عن هذا المنتخب. وهذه من بعض نقاط قوة المنتخب المغربي، أنه جاء هذه الدورة من غير أي ضغوطات. حتى الإعلام المغربي لم يسلط الضوء كثيرا على هذا المنتخب، لم يضغط عليه حتى يكون بطلا. هي أكيد أنه مطلب أنك لما تشارك في دورة، خصوصا الآن المنتخبات المغربية الآن من المفروض عليها أنها لما تشارك في الدورة حتى تفوز باللقب وليست المشاركة من أجل المشاركة. لكن الضغوطات لم تكن كبيرة على المنتخب هذا، بقياس أنه اللاعبين كانوا من يعني ضغوطات كابتن فيه من الصف هو لا في ضغوطات كابتن في ضغوط. كابتن يوسف منتخب المغرب ما حد يقنعني يقول لي منتخب المغرب اليوم قاعد يلعب باسمه، منتخب عليه ضغوطات. 17 لاعب محترف في الفريق هذا، 17 لاعب ابرزهم اللي هو